الرجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بعد تأهل الأهلي موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عاد الأهلي من بعيد وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التفوق على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي. وسجل محمود كهربا الهدف الأول للأهلي في شباك الهلال السوداني في الدقيقة 25 بطريقة رائعة، قبل أن يحرز البديل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة مميزة من بيرسيتاو. وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق نجح حسين الشحات في زيارة الشباك مجددا وأحرز الهدف الثالث للأهلي والثاني له في المواجهة. وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة العاشرة في وصافة المجموعة الثانية ليعبر برفقة مولد سان داونز الجنوب أفريقيا. وباعتبار الأهلي تأهل في المركز الثاني فإنه سيواجه أحد الأندية التي تأهلت في المركز الأول، ولم يتحدث سوى الرجاء المغربي فقط، وينتظر حسم صدارة المجموعة في مجموعتين الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. المجموعة الأولى الوداد الرياضي المغربي شبيبة القبائل الجزائري. المجموعة الثانية ممولود سان داونز الجنوب أفريقي الأهلي المصري. المجموعة الثالثة الرجاء البيضاوي الرجاء الرياضي المغربي سيمبا التنزاني. المجموعة الرابعة الترجي التونسي شباب بلوزداد الجزائري. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء القادم الموافق 5 أبريل 2023 بالعاصمة المصرية القاهرة. وتنطلق قرعة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، و10:30 بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة بين سبورتس الإخبارية.